السلام عليكم. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده وصفه كده منتهى الجمال. هنعمل احلى شوكولاته باونتي جوز الهند لمرضى السكري وكمان اللي بيعملوا دايت. هنعملها بدون سكر وبدون عسل، بدون دقيق، بدون شوفان. بجد سهله وجميله بمكونات بسيطه، وكمان اقل من 10 دقايق هتكون جاهزه معاكي. يعني اصحاب المرضى السكري واللي بيعملوا دايت هيتبسطوا قوي من الوصفه القمر دي. يلا نخش بقى في الوصفة، بس لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ودعوة حلوة كده ولكم بالمثل ان شاء الله. يلا بينا نخش على المقادير على طول. اول حاجة كده معايا موزاية، كمان معايا معلقة كبيرة من الكاكاو، كمان معايا كوباية من جوز الهند اللي هو المبشور الناعم خالص، كمان معايا معلقتين كبار كده من المكسرات، اي نوع مكسرات بس يستحسن ان هو يكون متحمص. انا كان هنا عندي متوفر السوداني، طبعا اي مكسرات انتوا تحبوها. اول حاجه كده بجيب الموزه، ويستحسن كمان ان هي تكون موزه كده تكون مستويه قوي عشان تكون سهله معايا في الهرس، وكمان تكون مسكره، لان انا هعتمد اعتماد كلي في السكر اللي في الموزه ده. يعني ولا هحط بقى سكر ولا هحط عسل، كل ما الموزه تكون مسكره كل ما بيبقى احسن. كمان لو متوفر عندك موز في الفريزر ممكن تستخدميه عادي، مفيش اي مشكله خالص. هبدا بقى ان انا اجيب الشوكه وهبدا ان انا اهرسها خالص، مش عايزه فيها اي كتل نهائي. بالشوكة كده سهلة خالص، كل ما بتكون طبعا مستوية زي ما انا قلتلكوا بتكون سهلة معاكي. خلاص كده نيجي بقى على المكون اللي بعد كده. عندي هنا معلقة كبيرة من الكاكاو اللي هو غير محلى، كاكاو الخام. وعلى فكرة كمان ممكن تستغني خالص عن الكاكاو ده، تمام؟ يعني ممكن ما تحطوش لو انتوا مش حابينه. خلاص كده دوبت الكاكاو في الموزة. عندي بقى هنا المكسرات بقى سوداني، اي نوع مكسرات زي ما انا قلتلكوا. هبدأ بس ان انا اكسره تكسير بسيط، عايزاه يكون مجروش بس يكون خشن شوية، عشان كده وانتوا بتاكلوا كده تكون يجيلك بقى القرمشة كده، بيبقى طعمه حلو قوي. بس اهم حاجة يكون متحمص. حطيته بقى كده في كيسة، وبدأت ان انا ادقدقه كده باي حاجة عندي، يعني عايزاه زي ما انا قلتلكوا كده متكسر تكسير بسيط. بجد اقل من 10 دقايق هتكون جاهزة معاكي، ما بتاخدش اي وقت خالص. خلاص كده السوداني جاهز معايا، ببدأ ان انا اضيفه. وكمان ممكن تستغنوا عنه عادي، مش عايزين تحطوا مكسرات عادي، مفيش اي مشكلة. هجيب بقى هنا عندي كوباية من جوز الهند، مش هحطها كلها. انا هبدأ ان انا هحط جوز الهند كده بالتدريج لحد ما يتكون عندي عجينة متماسكة، اعرف ان انا ابدأ ان انا اشكلها عادي. بحط جوز الهند شويه بشويه كده، يعني انا استخدمت حوالي كده كوبايه الا ربع من جوز الهند. بيرجع لحجم الموزايه اللي انت بتحطيها في اول الوصفه. جوز الهند يكون مبشور ناعم خالص كده زي ما انتم شايفين. يبقى انتم ممكن تستغنوا عن الكاكاو وعن المكسرات، ممكن تحطوا بس الموزه وبعد كده بتحطوا جوز الهند بس. يعني ممكن تستغنوا عن المكسرات وعن الكاكاو، في ابسط من كده. بجد سهله وبسيطه خالص. هبدأ بقى ان انا اعملها على شكل الباونتي كده شوية، على شكل مستطيل بس شوية كده، عشان تبقى قريبة من الشكل الجاهز يعني. اشكل بقى لكل الكمية بتاعتي كده وارجع لكم. كمان انا لقيت عندي بقى ايه، قلت اما اعمل دوريتين، يعني عملت 4 قطع من دول، وكمان عملت قطعتين من المدورة دي، كان شكلها حلو برضو. هنا بقى عندي شوكولاته دارك مسيحاها كده في الميكروويف او في حمام ميه عادي زي ما انتوا تحبوا، وهبدا ان انا اغمس بقى جوز الهند كده في الشوكولاته دي. بس نسيت اقول لكم ان انا بعد ما بشكلها اصلا بدخلها في الفريزر شويه او في التلاجة تسقع شويه. يعني بحطها في التلاجة كده عما اسيح الشوكولاته بتكون سقعت معايا شويه، بطلعها بقى من التلاجة واغمسها كده في الشوكولاته الدارك، وبعد كده بدخلها التلاجة تاني. شفتوا سهلة ازاي؟ بجد سهلة وبسيطة، وما فيهاش اي مكونات ان هي تخليها سعرات حرارية عالية خالص. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ونسى يحط الاشتراك، اتمنى من كل قلبي ما تبخلوش عليا بالاشتراك،
اشتركوا في القناه كده عشان كل الوصفات الحلوه دي توصل لكم اول باول ان شاء الله. هنا بقى خلصت الكميه بتاعتي. عايزين تحطوا بقى على وش كده جوز الهند والشوكولاته لسه طريه قدامك، تحط بقى رشه من جوز الهند كده. عايزين بقى تحطوا خطوط كده وخطوط الشوكولاته تبقى باينه، تحطيها في التلاجة شويه، اول طبقه كده تمسك، بعد كده بتطلعيها وتحط عليها شوكولاته سايحه كده خطوط، وبعد كده بتحطها في التلاجة تاني. شايفين بقى المنظر النهائي عامل ازاي؟ بجد انا عايزه اقول لكم مش ببالغ، بس هي فعلا حرفيا طعمها احلى من الباونتي الجاهزه كمان. يعني سهله وبسيطه ومش مكلفه، وفي 5 دقايق تقدري تعمليها. شايفين المنظر عامل ازاي؟ مكسرات بقى كده متحمصه ومقرمشه مع جوز الهند مع الكاكاو، خطيره. مين هيصدق ان احلى شوكولاته هتتعمل معاكي بدون سكر وكمان بدون عسل؟ بجد سهله وبسيطه ومكوناتها سهله خالص. بعد ما تشاهدوا الفيديو تقوموا دلوقتي على المطبخ ولازم تجربوها، وبعد ما تجربوها تكتبوا لي كومنتات كده حلوه كده زي قلوبكم، عشان اتشجع وانزل لكم فيديوهات اكتر واكتر باذن الله. شايفين بقى قد ايه شكلها من جوه؟ خطيره يا جماعه، بجد خطيره. هنا بقى خلاص وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى الفيديو يكون خفيف على قلبكم وانا كمان اكون خفيفه على قلبكم. مع الف سلامه وفي رعايه الله وحفظه. مع السلامه، باي باي.